تعال نتكلم عن الشدة. consequence evaluate the risk. فاكرين الإصابات؟ شدة الإصابة مرتبط بيها من رقم 1 لغاية رقم 5. من رقم 1 لغاية رقم 5. تعال نقول لكم نمشوا بيها ازاي، هنمشيها ازاي. 1 مفيش إصابة خالص. 2 إصابة بسيطة، إسعافات أولية. تمام. 3 إصابة متوسطة، غياب أقل من 3 أيام. 4 إصابة رئيسية، أكتر من 3 أيام، ممكن يحصل فيها عجز. 5 إصابة كارثية، ممكن يحصل فيها حالة وفاة. 5 إصابة كارثية وقلنا. طيب، هنا إصابة رئيسية، إصابة متوسطة أو معتدلة، إصابة بسيطة أو صغيرة، تافهة، ماشي، مفيش أي إصابة خالص. أنا خليتها معتدلة، بسيطة أو صغيرة. شدة الإصابة بتختلف، وأول حاجة الإسعافات الأولية first aid case، ودينا اختصار FAC. أول واحدة حالة إسعافات أولية. الحالة التانية بتضيع في الشدة كام؟ وأنا عاوز 5 دلوقتي، 5 حالات. تاني حاجة، تمام، حالة علاج طبي medical treatment case MTC. وساعات restricted work case. وساعات اما اللي تحت دي بديل دي RWC، وقلنا دي معناها تقليل أو تغيير مهام. حد فاكر الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بين التلاتة دول، ايه الإصابات اللي ممكن تحصل عندي في الموقع؟